من جولة التدريب، فنقول بسم الله ونتوكل على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، عساكم طيبين بصحة وسلامة يا رب. خلصنا مشاويرنا وما كان لنا داعي ان نصور بالتفاصيل واننا رحنا للمعهد وايش قاعدين نسوي. انا الحين كالعادة عند مول الامارات، بس قبل لا نروح نتغدى خليني اوريكم شيء مرة بطل، متجر هاري بوتر. تخيلوا يا جماعة الخير، هذا المحل فيه جميع الاشياء اللي تخص هاري بوتر. فيه هنا البومة حقت هاري، دوبي، هذا الغول اللي كان في الجزء الاول او الثاني ماني متذكر، هذا اللي كان في الجزء الرابع. ما شاء الله تبارك الله بالتفاصيل يا اخوان. في هنا بعد فيجرز، وهذه السيارة اللي كانت في الجزء الثاني بعد او الجزء الاول، والله صراحة ماني متذكر يعني قد سحبت كذا مرة على اول جزئين. وهذه الخريطة السرية السحرية، هذه اشياء لجريفندور هنا. ما شاء الله تبارك الله. بعد هنا العصا السحرية، اشكال وانواع. هذا هنا الهافل باف. ترى يا جماعة انا مرة متعصب لهاري بوتر، يمكن عدته اكثر من 10 مرات الاجزاء كلها، وهذا معشوق الكثيرين. اي والله سليذرين. هذا هنا هافل باف، هذا هنا جريفندور، هذا هنا سليذرين، وهذا هنا ريفنكلو، هذا هنا الهوجواتس. اعذروني يا جماعة على الانجليزية البيض، ادري ان في واجد ناس لو يجون هنا ينبسطون. والله لو اني معاي فلوس كنت خليت كل فلوسي هنا. هذا قسم سليذرين هنا، وفي ملابس هنا بعد. وهذا هنا مخزن العصي، مسوينه زي اللي في الفيلم بالضبط. يا اخوان والله ماني قادر يا اخي. احس كذا اني ابغى اطلع كل اللي فيني. جريفندور. اخي ما شاء الله تبارك الله. وهذه عصا هاري اللي جته هدية بعد ما فاز بالبطولة. هذا هو اسمها هنا سنة 2000. هذه البوابة السحرية هنا، أي شخص مهتم بأشياء هاري بوتر تحصلونه في الطابق الثالث هنا في مول الإمارات عند ردهة المطاعم. هذه كانت الجولة باختصار، فأنا مرة من عشاق هاري بوتر يا جماعة، وأدري أن في 3 أشخاص إذا شافوا هذا الفلوج راح ينجنوا والله. واليوم جاي عبالي أني آكل من ماك. هذا هو البرجر اللي طلبناه هنا. بالله يا جماعة مو البرجر حقي أحسن عاد، بس الطعم الله غالب. الحمد لله لك يا رب. كذا نكون خلصنا يا جماعة ونتوجه بإذن الله للبيت. مولات دبي ما شاء الله تبارك الله تحصل فيها كل شيء، محلات ملابس، محلات ميك اب، مطاعم، حتى متجر هاري بوتر. لكن متجر سيارات كيف؟ الغريب مو هنا، الغريب كيف وصلوها للطابق الثالث. طلع الموضوع مو غريب مرة يا جماعة. سألت الرجال هنا اللي يشتغل في المحل، قال أن هذه المساحة كافية عشان نسوق فيها السيارة. في مصعد خدمات تجيب فيه السيارة لين هنا للطابق الثالث، وبعدين يودون السيارة لين المتجر هناك. ما أحكي لكم يا جماعة الخير عن جمال المول. مولات دبي ما شاء الله تبارك الله كل واحد يخليك تقول أن هذا أجمل من الثاني. اليوم كلها جولات غريبة، متاجر هاري بوتر، متاجر فيها سيارات. نكمل طريقنا بإذن الله، ويمكن بعد أن نلاقي أشياء غريبة نصورها. ومتوجه الحين للبيت. فيني نوم يا أخوان، بس ما يمدي لأني لازم أعدل على فلوج أمس حتى ينزل لكم في الوقت. درجة حرارة 90 وأنا قاعد أسوي إخراج. طعم النذالة اللي فيني. نوم العوافي يا جماعة الخير. أخذنا قيلولة واستراحة محارب نص ساعة بس، والحين نروح على المونتاج وبعدين نسوي الروتين اللي بالعادة نسويه. بس هذا اليوم بإذن الله راح يكون مختلف، ألا وهو التمارين الرياضية. طيب أنا ليش قاعد أتكلم كأني في نشرة أخبار؟ الله يعين الولد يعني. الحمد لله يا جماعة خلصنا المونتاج وباقي صورة العرض بس وينزل الفيديو على القناة. والله يا جماعة الخير أنا جدا متحمس. هذا 5 فلوج راح ننزله على القناة بإذن الله، وأنا منتج. قاعدة تجيني تعليقات على اليوتيوب ورسائل على الانستغرام، كلها دعم، فالله يسعدكم والله يحفظكم جميعا، وشكرا على دعمكم لين عندكم. حلو هذه دعمكم عندكم. الحين خلصنا، رفعنا الفلوج على القناة وجاء وقت العشاء. بس قبل أن نتعشى خلينا نصلي وبعدين نفكر إيش نسوي للعشاء. طلعت 3 حبات بطاطس نقشرها ونقطعها.
وكذا كملنا تقطيع البطاطس وصارت جاهزة. نطلع هذا القدر الجميل وبعدها نجيب الزيت وننتظر لين الزيت يصير حار. الحين نجيب البطاطس اللي قطعناها وبعدين نجيب الملح، نخلط البطاطس مع الملح زي كذا. بعد ما نتأكد ان الزيت صار حار نجيب هذه الملعقة ونحط بشويش الزيت، ننتظر البطاطس لين تستوي. وكذا نقدر نعتبر ان البطاطس استوت. ايش نسوي؟ اول شيء نجيب هذا هنا، يطلع معنا البطاطس بهذا الشكل. يعني هي صدفة ترى، بس عاد انتم سلكوا. نحط البطاطس هنا، بعدها نطلع حبتين بيض بهذا الشكل، نضيف عليها البيض. الصراحة ما عرفت اوزع البيض، نحاول نوزع زي كذا وننتظر ثواني بس وبعدين نقلبها. الحين جاء الوقت ان نقلبها بالصحن. ايش نسوي؟ نجيب هذا القدر هنا ونحط عليه هذا الصحن ونقول بسم الله. ترى كذا تصير بطاطس بالبيض في قلبك. الله شكلي راح اشتري كرتون كامل حق خبز. مو معقولة كل مرة يا اخي اجي اتعشى واتغدى لازم ما الاقي الخبز. ونختم يومنا بهذا العشاء المتواضع. الى هنا وصلنا بنهاية الفلوج. يعطيكم الف عافية على المشاهدة. اشوفكم في فلوج بكرة. تحياتي لكم جميعا في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. احلى سموذي بارد في قلبك. المقادير: موز، تفاح، فراولة، وتوت ازرق. الحين زي كذا نقول بسم الله. شوي وجبت العيد.